تعالي بقى معايا كده، بصي الجمال والحلاوة والطعامة والسندوتشات، الجبنة الموتزاريلا بقى اللي بتسيح كده وبتمط، يعني بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولولي عايزين ناكل سندوتشات شاورما سوري. طب بكام السندوتش؟ السندوتش بقد كده. طب ليه؟ ما احنا ممكن نعمل السندوتش جوه البيت، وبحق سندوتش واحد بس من السندوتشات اللي انا هروح اجيبها من محلات اسمها كذا ولا اسمها كذا، هتلاقي نفسي ان انا بالسندوتش ده انا هعمل وليمة سندوتشات كاملة. شوية حبشتكنات كده، شيبسي، بطاطس انتي محمراها، على شوية صوصات بقى وخيار مخلل وطماطم وفلفل، وعيشي حياتك ودلعي نفسك ودلعي الولاد. انا عايزه اقول لكم ان كل السندوتشات دي انا عاملاها بحتتين اتنين لحمه، والله حتتين اتنين لحمه، مش مش حتتين يعني تلاتة اربعة، لا هما حتتين بس. انا كنت مكمراهم كده على جنب، من اخر طبخة كنت هعمل بيهم حاجة تانية. قلت يلا، مش طالما نفسكم في الشاورما مش خسارة فيكم، يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجة هنعملها العجينة بتاعتنا، عجينة تقولوا بقى كريب، قولوا كانولوني، كريب السريع بتاع المطاعم، بدون لبن بدون حليب بدون بيض اللبن هو الحليب. بصوا هو دقيق ومية بس. انا حطيت قد المية دقيق، لقيتيه تقيل زودي شوية مية، رشة ملح ورشة سكر كده صغننة، وضربتهم في الخلاط وابتديت اعملهم. اول واحده باظت مني، بصوا انا جبتها لكم يعني انتوا اخواتي، هنشيلها نحطها على جنب، مش هنرميها، احنا هنعمل بيها اي حاجه. بعد كده يطلع بسم الله ما شاء الله مظبوط. طب اول واحده باظت ليه؟ باظت لان انا لما حطيت الكريب في الطاسه ما لفتوش بسرعه، فتقل مني ومسك في بعضه، وجيت اقلبه ما استنيتش عليه لما يستوي، قلبته بسرعه فلزق في بعضه، فالكريبايه باظت خالص. بعد كده بقينا نحط وبسرعه نروح عاملينها في الطاسه. خلصنا الكريب بتاعنا، او اللي احنا السندوتشات بتاعتنا اللي احنا هنعملها نعمل فيها الشاورما. محمد بقى هنا ربنا يكرمه كان قاعد بيخرط لي الحاجه اللي هنحطها على الشاورما، خرطنا فلفل وطماطم وبصل، كلها ايه، جوليان كده، جميله ورقيقه على قد ما تقدروا. هو محمد على قد ما قدر بقى، وجزاه الله خير، وطلعت جميله والله. وكميه الكريب بتاعنا مغطيينها عشان خاطر ما تنشفش مننا. في طاسة بقى كده على النار هنحط شوية زيت وحتة سمنة بلدي نسيحها عليها، وننزل أول حاجة باللحمة اللي احنا متبلينها. اللحمة دي أنا مقطعاها شرايح صغننة خالص ومتبلاها تتبيلة الشاورما، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، حطيها عليها تاني اللهم صل على السلام، رشة قرنفل خفيفة، شوية خل، شوية لبن رايب. كل دول أنا كنت حطاهم عليهم وسايباهم في التلاجة، ممكن تسيبها من قبلها بيوم، ممكن تعمليها قبلها بساعتين تلاتة. انا بصراحة عملتها قبلها بساعتين تلاتة لاني ما كنتش عاملة حسابي ان انا هعملها اصلا. وحطيتها بقى كده، ركنتها على جنب، وهبتدي احط البصل المتقطع جوليان عشان يتشوح معايا. هشيل اللحمه لاني حسيت ان مش هينفع اعمل في نفس الطاسه. حطيت اللحمه في طبق تاني وابتديت ادبل في البصل. على نار بقى تانية هعمل كده شويه نشا عشان خاطر اعمل التوميه. بصوا هنا الطاسه اتحرقت معايا، بس الحرقه دي حرقه اللحمه، يعني هي طعمها تحفه اصلا. ما تخافوش، كل ده بيطلع في الصوص اللي احنا بنعمله. على البصل دبل، حطيت الفلفل دبل شويه كده، مش عايزه ادبله جامد عشان ما يتهريش. نزلت عليه بالطماطم تقلبتين تلاتة، ورحت نازله عليهم باللحمه وهقلبها تقلبتين تلاتة، وهي كده استوت هركنها على جنب. عندي بقى التوميه بتاعتي اللي هي عباره عن نشا وميه. اول ما جبنت معايا وبردت خالص هبتدي انزل بيها في الخلاط بتاعي او في الكبه المتوفر عندك. انا هنا عملتها في الكبه لان الخلاط زي ما انتوا عارفين بايظ الحمد لله. هاخد نص كوبايه الزبادي دي احطها على الكميه اللي انا عملتها. ممكن ما تحطيش زبادي، ممكن تشكيلي النشا نفسها بشويه لبن مع ميه. انا عندي هنا ممكن تستغني خالص عن الزبادي، ممكن تحطي مايونيز، ممكن تستغني خالص عن المايونيز، كلها بتبقى تيست كده في الطعم. بس هي الطريقه اللي انا عاملاها دي طعمها والله كان تحفه. حطيت طبعا النشا والميه اللي نشفوا معايا دول، حطيت عليهم شويه نص كوبايه زبادي، شويه زيت، عصره ليمونه، ممكن تستغني عنها براحتك، ممكن تحطي ملح ليمون بس انا ما كانش متوفر عندي، وكان فص ثوم، وهرستهم مع بعض وطلعوا لي القوام دوت. هنا بقى هيجي للسندوتشات بتاعتي. ادي الشاورما اللي عملناها، وادي العيش بتاعنا الجميل اللي سويناه في الطاسه، معنا خيار مخلل انا عملته برضو، وانا بعد ما عملت الشاورما
عملت الخيار. بصوا هنا ما شاء الله العيش طري وجميل في ايدي. بصوا هنحط عليه العيش الشامي عشان يمسك السندوتش كده ويشبعنا. نحط تومية، نحط فوقها شوية بطاطس، شوية خيار مخلل اللي احنا لسه عاملينه، شوية شاورما من بتوعنا، ونحطه على جنب. نيجي للسندوتش التاني هنعمل نفس الطريقة، بس هنا فتحنا الرغيف علشان يمسك في بعضه اكتر. حطينا الشاورما، حطينا شوية البطاطس بتوعنا الحلوين اللي احنا لسه محمرينهم، شوية شاورما اللحمة اللي احنا لسه عاملينها برضو مع بعض، ونرش عليهم شوية خيار مخلل كده بيبقى طعمه جميل جدا في السندوتش. وهنرش بقى معانا هنا هنحط ايه؟ صوص. ايوه بصوا ده دبس رمان بيبقى تحفة. انا نسيت اقول لكم، وهنحط هنا صوص بابريكا برضو، وهنبتدي نقفل في الساندوتش. انا في خطوه الكاميرا نزلت تصورها وانا بعمل شاورمه اللحمه، بعد ما حطيت اللحمه حطيت شويه دبس رمان على الشاورما، خلت طعمها تحفه 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 بجد والله. ما تنسوش الخطوه دي، دبس رمان على الشاورما في اخر خطوه خالص، واحنا بنقلب لحمه مع الحاجه، هتلاقيه ودت الطعم في حته تانية وادته تسكيره كده جميله قوي. احنا هنا هنستمر نخلص كل السندوتشات، شويه دبس رمان، شويه صوص باربيكيو، شويه شاورما، بطاطس، خيار مخلل. مفيش بطاطس ما تحطيش، ما عندكيش خيار مخلل خلاص مفيش مشكله، اللي عندك حطيه يا جماعه زي ما اتفقنا، اللي عندك حطيه واعملي بيه، ما تعقديش نفسك. احنا بنعمل حاجه مش مكلفه في البيت. هنعمل كل السندوتشات ونحطها كلها على جنب، وبعدين بقى هاخدهم كده رشة زيت. هي الطاسه دي انا عايزاها صيد من تحت، وارش على وشهم برضو رشه زيت، وهبتدي احطهم يتحمروا على النار. هعمل بقيه كميه السندوتشات كلها بنفس الطريقه، احط الصوصات بتاعتي كلها مع البطاطس مع الشاورما مع شويه الخيار. حبه هعملهم بقى زي الكريب كده، حبه زي السندوتشات السوري اللي بنشتريها من بره. هنا العيش اللي انا خبزينه مع بعض كان خلص، هعمل بقى في العيش الشامي بس كده اول عن اخر، احنا عملناه مره قبل كده وبيطلع طعمه جميل جدا. هكمل برضو. بصوا ما تخافوش من صوص التوميه، التوم ما بيبانش في الطعم، هو لو انتي خدتي الصوص كده ببقك لوحده بيبان، بس لما بتحطي الصوص بتفرديه في الساندوتش وتحطي بقيه المكونات عليه، الصوص ده طعمه بيبقى التست بتاعه كده خفيف ومطري الساندوتش، طعمه مبقاش التوم باين فيه خالص، بيبقى الطعم كده نكهة التوم، هو صوص تومية لازم نكهة التوم تبان بس ما بتبقاش قوية قوي. ولما تعملي الحاجات دي في البيت احسن ما تشتريها بكتير، انتي بتعمليها حسب مقدرتك، كل واحدة بتختلف عن التانية. عايزة انت حطي على كمية البصل دي 3 4 حتت لحمة، حطي مفيش اي مشكلة، بس انا كان عندي الحتتين دول فعملتهم، والله الاكل كان طعمه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، حلو جدا. يعني بصوا هنا حطيت شوية جبنة موتزاريلا، افتكرت كده في الاخر رحت عامله لهم سندوتشين بالجبنة الموتزاريلا. الحاجة كانت اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الجمال. اهم حاجة واحنا بنعمل براحتنا، نعمل الحاجة بحب ونبقى مبسوطين واحنا بنعمل الحاجة. بصوا بقى هنا الطاسة انا بوريلكوا ان كل الحروقة اللي كانت فيها طلعت في الخلطة بتاعت الشاورما بتاعتي. ودايما واحنا شغالين نذكر الله، نصلي كده على الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، تلاقي الحاجة في ايدنا كترت وبقت طعمها جميل تحفة، تبقى الحاجة كده معمولة بطعم الذكر. هنا بقى شوية مياه غازية من بتاعتنا الحلوة. وسندوتشات الشاورما بقى احنا هنا قطعناها زي بوكسات الشاورما حتت بالراحة كده بسكينة حامية اهم حاجة علشان خاطر ما تبوظش منك. شوية بقى فلفل كده وشوية طماطم وشوية خيار من اللي احنا مخلينه على شوية شيبسي. وبصوا بقى بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك، عملنا كمية يعني كتير، يعني اكلنا وشبعنا ما شاء الله، احنا والولاد اتعشينا بالسندوتشات اللي احنا عملناها دي، وكانت في منتهى الجمال وفي منتهى إيه الروقان. هقول ايه، هي بجد كانت تحفه قوي، يعني انا مش عارفه اوصف لكم طعمها. وما تنسوش دبس الرمان، هو لو ما فيش مشكله ممكن تحطي معلقه عسل اسود، بتهيألي هتدي تيست قريب من تيست دبس الرمان لان هو طعمه قريب منه. وبألف هنا. ولو وصلتوا معانا لحد دلوقتي تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتحطوا لي كومنت حلو. ولو عملتوا بقى الوصفه دي ويا ريت تعملوها نزلوا لنا الصور.